كيفاش بدا المصطلح ديال الثقب الاسود وكيفاش تخلق وشنو هي اول صورة ليه وشنو كاين لداخل ديالو وشنو غيوقع الا دخلتي ليه. البداية كتكون في القرن الثامن عشر في سنة 1784 في الوقت اللي كان العلم مازال بسيط مقارنة بدابا. العالم البريطاني جون ميشيل بدا كيتساءل سؤال غريب: واش ممكن يكون كاين نجم كبير بزاف الجاذبية ديالو قوية لدرجة حتى الضوء ما يقدرش يهرب منه؟ داك الوقت كانوا كيشوفوا الضوء بحال جسيمات صغيرة كتسافر في خط مستقيم، وهاد الفكرة خلاتو يقول الا كان الجسم ثقيل بزاف الضوء غادي يوقف وما يخرج. سمى هاد الفكرة بالنجوم المظلمة. كانت مجرد نظرية ولكنها كانت أول شرارة ديال مفهوم الثقب الأسود. من بعد تقريبا في نهاية القرن الثامن عشر العالم الفرنسي بيير سيمون رجع نفس الفكرة ودار حسابات رياضية ولقى حتى هو أن ممكن كاينين أجسام في الفضاء الضوء ما كيهربوش منها. ولكن مع الوقت العلم تبدل وبداو العلماء كيشوفوا الضوء بطريقة مختلفة وما بقاتش الفكرة مهمة بزاف في داك العصر. دابا قبل ما نكملوا النظريه ديالنا اجي نشرحوا كيفاش تخلق الثقب الاسود. الثقب الاسود في الحقيقه ماشي حاجه كتجي من العدم، هو كيولد مع واحد الشيء سميتو الموت النجم الكبير. تخيل معايا نجم بحال الشمس ولكن كبر منها بآلاف المرات. هاد النجم كيبقى مليار السنين كيشعل حيت كاين فيه توازن. الجاذبيه ديالو كتحول الضوء للداخل وفي نفس الوقت الطاقه ديال النجم كترفعه لبرا بحال نار كبيره. التوازن هو اللي مخليه واقف، ولكن منين كيستافد النجم من الوقود ديالو يعني الطاقه ديالو كتسالي كيوقع واحد الحدث كبير ما كيبقاش عنده القوه باش يقاوم الجاذبيه ديالو. وهنا كيوقع انفجار كبير في السماء سميتو سوبر نوفا. في هاد اللحظه الطبقات الخارجيه ديال النجم كتنتشر في الفضاء ولكن القلب ديالو كيبقى كيتكمش اكثر فاكثر. ومن هنا كيبدا السير الحقيقي. الا كان نجم كبير بزاف والضغط ما كيوقفش وكيكمل يطيح حتى كيولي نقطة صغيرة جدا ولكن عندها كتلة هائلة، وهذه النقطة هي اللي كنسميها الثقب الأسود. باش تفهمنا مزيان تخيل عندك كرة مطاطية كبيرة وكتضغط عليها بيدك، كل ما ضغطي كتر كتولي صغيرة ولكن الكتلة ديالها باقي هي. دابا تخيل هاد الكرة ضغطناها حتى ولات بحجم صغير بزاف ولكن نفس الوزن ديال مدينة كاملة. هنا كتجي القوة الغريبة ديال الثقب الأسود. كتلة كبيرة في حجم صغير بزاف تساوي جاذبية خارقة، ومن هاد اللحظة أي حاجة تقرب ليه حتى الضوء ما يقدرش يهرب. وهنا كندخلوا للقرن العشرين. واحد التحول كبير في العالم في سنة 1915. العالم الألماني ألبرت أينشتاين خرج بنظرية سميتها النسبية العامة. باش نفهموها بطريقة بسيطة هو قال بلي الجاذبية ماشي غير قوة كتشد الحوايج ولكن هي حتى كدير انحناء في الزمن والمكان، بحال الا كان الفضاء قطعة ديال القماش كبيرة والجسم الثقيل كدير فيها حفرة. كلما كان الجسم أثقل الحفرة كتكون أعمق، وكلما كانت أعمق حيت بينات أن الكون ماشي ثابت بل كيتلوى كلما صعيب على أي حاجة تهرب منها. هاد النظرية بدلات كل شيء وكتشوه الجاذبية. بعد عام واحد فقط في 1916 العالم الألماني كارل شفارتشيلد لقى حل رياضي دقيق لمعادلات أينشتاين. هذا الحل بين أن ممكن يكون كاين جسم صغير ولكن كثيف بزاف لدرجة كيخلق نقطة في الفضاء سماوها العلماء من بعد أفق الحدث. هذه النقطة هي الحد إلا تعديتيه مستحيل ترجع حتى الضوء براسو. وسنة 1967 العالم جون أرشيبالد هو اللي عطى الاسم الرسمي ديال بلاك هول أو الثقب الأسود باش يصف هاد الأجسام بشكل بسيط وقوي في المعنى. شنو هي أول صورة؟ قبل ما نشوفو أي صورة خاصنا نفهمو حاجة: الثقب الأسود ما كيبانش مباشرة. علاش؟ حيت الضوء ما كيخرج منه، يعني ما كاين حتى ضوء باش نصوروه. بحال شي حاجة في الظلام تم، ولكن العلماء يقدروا يشوفوا أثر ديالو. ماشي هو مباشرة ولكن الحوايج اللي دايرين به. دابا نجيو للرحلة الكبيرة. أول صورة حقيقية ديال الثقب الأسود العلماء داروا مشروع كبير سميتو إيفين أوريزون تيليسكوب. ماشي تيليسكوب واحد ولكن شبكة ديال تيليسكوبات في العالم كامل، في هاواي أوروبا وأمريكا وأماكن أخرى. الفكرة كانت بسيطة ولكن صعيبة يجمعوا جميع تيليسكوبات بحال إلا داروا واحد تيليسكوب بحجم كبير. علاش؟ حيت الثقب الأسود صغير بزاف للمسافة ديالنا وما يمكنش تلسكوب عادي يشوف بوضوح.
في سنة 2017 العلماء وجدوا هدفهم، ثقب في وسط مجرة بعيدة سميتها M87. بداو يراقبوه أيام وليالي وجمعوا كمية ضخمة ديال البيانات، حتى وصلوا لأكثر من 5 بيتابايت من المعلومات، يعني رقم خيالي كبير بزاف. ولا درنا عملية بسيطة، 5 بيتابايت كتخرج لنا 120 تيرابايت. من بعد بدات مرحلة صعيبة، تحليل الصور. الكمبيوترات خدموا شهور باش يركبوا صور نهائية، حيث كل تلسكوب كيعطي جزء صغير من الصورة. وفي 2019 خرجوا للعالم أول صورة ديال ثقب أسود، حلقات مضيئة دايرة في فراغ في النص. هذا الفراغ هو الثقب الأسود في نفسه، والحلقة هي ضوء ديال الغاز اللي كيدور حداه بسرعة كبيرة. دابا نرجعو للسؤال الكبير، شنو كاين داخل الثقب الأسود؟ الحقيقة الصريحة العلماء مازال ما عارفينش بالضبط، ولكن عندنا نظريات قوية. كاينين اللي كيقولوا ان الداخل فيه نقطة صغيرة بزاف ولكن كتكون فيها كل كتلة، وهذا الشي سميتو التفرد، يعني ما كان القوانين الفيزيائية كتوقف فيه. وكاينين اللي كيتخيلوا انه ممكن يكون ممر نحو مكان اخر في الكون، بحال بوابة خفية. وإلا جيتي تخيل راسك داخل ثقب أسود، خاصك تعرف بلي غادي تعيش أغرب وأخطر تجربة يقدر يتخيلها الإنسان. في البداية مجرد ما كتقرب من الأفق الحدث اللي هي النقطة اللي ما بقاتش منها الرجوع، الجاذبية كتولي قوية بواحد الشكل خيالي، لدرجة أن الجسم ديالك كيتعرض لعملية كيسموها العلماء بالمعكرونة، يعني رجليك كيتجبدو كتر من راسك بسبب فرق الجاذبية، وكتولي رقيق وطويل بحال شي خليط ديال سباغيتي، حتى كيتفرتك الجسم ديالك لذرات. وفاش كتعبر ديك الحدود مبقى حتى شي حاجة تقدر تنقدك، حيت حتى الضو ما يقدرش يهرب، والزمان كيتخربق لدرجة كيبان ليك الكون كيدوز قدام عينيك بحال شي فيلم سريع، حتى كتسالي الرحلة ديالك في التفرد اللي هو قلب الثقب الأسود. تما فين كتنتهي المادة والفيزياء اللي كنعرفو، وكتولي جزء من داك الغموض الكوني. وصلنا لفان ديال الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب والجرس باش يوصلكم كل جديد، ويلا بيس.